ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في بنوتة بتقولي مش عارفة ليه حاسة اني مخنوقة طول الوقت، مش قادرة افرق اذا كنت زعلانة ولا مرهقة ولا فاضية من جوه، وكل ما حد يسألني مالك مش بلاقي اجابة واضحة. هقولك على خطوات بسيطة تبدأي بيها. اول حاجة اسألي نفسك سؤال بسيط كل يوم: انا محتاجة ايه جسديا ونفسيا وروحانيا؟ واكتبي على ورقة كل حاجة تعبكي، مش لازم تشرحي لحد، المهم انك تطلعيها من جواكي. وتعلمي تقولي لأ حتى لو بصوت واطي، مفيش حاجة اسمها أنانية لما تقولي لأ لحاجة بتستنزفك. واعملي رياضة لتفريغ الطاقة السلبية، امشي كل يوم 15 دقيقة حتى لو في البيت. وانتي ماشية قولي لنفسك أنا بتخلص من تعب النهاردة، أنا بستقبل طاقة جديدة. واعملي ركن خاص للراحة، اعملي لنفسك ركن بسيط فيه شمعة وفيه ورود، وشغلي آية بتحبيها، وجهزي كتاب بتحبيه، واقعدي 10 دقايق فيها كل يوم كأنك بتقولي لنفسك أنا مهمة. واكتبي جملة شكر واحدة قبل النوم، قولي أنا بشكر ربنا النهاردة إني حاولت حتى لو معرفتش. الامتنان بيغير الطاقة من جذورها. مفيش واحدة فينا المفروض تعيش طول الوقت في دور المنقذ، انتي كمان محتاجة حد يطبطب عليكي، ومش لازم الحد ده يبقى من بره. اوقات كتير الطبطبة دي بتبدأ من جواكي، من لمسة حب حقيقية منك لنفسك. ادي لنفسك الأمان اللي بتدوري عليه، حتى لو العالم كله مش شايف تعبك.